بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من صار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، هذه مجموعة من الأسئلة تتعلق بهذا الشهر المبارك الكريم، شهر رمضان، تتعلق بالصوم وبعض أحكامه. السؤال الأول، السائل يسأل عن مقدار الفدية. الفدية كما هو معلوم حكمها ليس واحدا في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، فمنها الفدية الواجبة وتجب على شخصين: الأول من حال عليه الحول ولم يقضي ما عليه من الصوم، كان عليه الصوم مثلا في رمضان الفارط السنة الماضية ففرط ولم يقضه، يعني لم يكن هناك مانع له من الصوم في شهر شعبان فيكون مفرطا، فهذا إذا حال عليه الحول فإنه يصوم ما عليه من القضاء ويفدي معه. وكذلك المرضع التي لم يقبل ولدها إلا ثديها، أو كانت فقيرة لا تجد ما تشتري به الحليب الذي يباع في الصيدليات، أو الحليب الذي يباع في الدكاكين، فأفطرت لكي ترضع ولدها، فهذه كذلك يجب عليها أن تفدي. وأما الباقي، الشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا، فهؤلاء تستحب الفدية في حقهم ولا تجب. والفدية هي مد من الطعام، هكذا مجموع هاتين اليدين، مجموع اليدين غير مضمومتين ولا مفتوحتين بل متوسطة، هكذا مجموع اليدين، وأن تكون اليدان متوسطتان لا صغيرتان ولا كبيرتان. مد من الطعام عن كل يوم، مد من الطعام عن كل يوم، وتجزئ في زماننا القيمة، وقيمتها بالنسبة لبلدنا المغرب تقريبا 10 دراهم. إن أدى عن كل يوم 10 دراهم فإنه قد أدى الذي عليه. إذن هذا مقدار الفدية. السؤال الثاني: من كان عليه رمضان، أي أفطر في رمضان فصار عليه القضاء، قال وحال عليه الحول. قد ذكرنا الواجب عليه أن يقضي الأيام التي عليه وأن يطعم عن كل يوم مسكينا بالمد الذي ذكرنا قبله، وهذا في اتفاقا في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وفي حديث موقوف على سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومنهم من يرفعه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. سائل آخر يسأل عن الاحتلام في نهار رمضان، هل يبطل الصوم؟ الاحتلام في نهار رمضان لا يبطل الصوم، بل عليه أن يغتسل لكي يصلي فقط. الذي يبطل الصوم إما خروج المني للشهوة مع كبتها، فهذا إذا خرج منيه فعليه القضاء فقط. أما إن استرسل مع ما يهيج الشهوة حتى أمنع فعليه القضاء والكفارة، كأن ينظر مثلا النظر إلى ما يهيج الشهوة، أو يتفكر فيه، أو قبل زوجته أو لعبها أو لامسها أو استمنع، فهذا كله من فعل هذا فعليه القضاء والكفارة لأنه متعمد. والجماع من باب أولى، الجماع فيه الإجماع كما هو معلوم. إذن الاحتلام لا قضاء فيه ولا كفارة. خروج المني بالشهوة مع كبت ذلك وعدم الاسترسال معه فيه القضاء. وأما إن استرسل معه فيكون عليه آنذاك القضاء والكفارة. كذلك المذي إذا خرج من غير أن يكون هو الذي استثار شهوته فلا شيء فيه. أما إن كان هو الذي استثار شهوته وحتى خرج منه المذي فعليه القضاء فقط. سائل آخر يسأل يقول: هل استعمال المكياج في نهار رمضان مبطل للصوم؟ نقول: استعمال المكياج لا يبطل الصوم في نهار رمضان، بالنسبة للصوم لا يبطله،
إلا إن دخل شيء في المسام فأحس به في حلقه. أنا أتكلم عن استعمال المكياج سواء للذكور أو للإناث، لأن حتى الذكور لو يستعملوه. فالشاهد أن هذا هو الأصل. لكن هنا لابد أن أسأل المرأة التي تستعمل المكياج في نهار رمضان لما تستعمله؟ أولا أن تستعمل المرأة المكياج وتخرج به إلى الشارع فهذا لا يجوز، حرام، لا في رمضان ولا في غير رمضان، فهذا من التزين الذي لا يجوز ولا يليق. وأما إن تصنعت لزوجها في البيت فهذا لا يتصور أن تضع المكياج في نهار رمضان لزوجها، لأن المسلم ممنوع من جميع الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يتصور إلا أن تضع المكياج في الليل متصنعة لزوجها. هذا هو المتصور في الباب. لكن نحن نجيب كما يقال، نجيب على السؤال كما ورد. فاستعمال المكياج في نهار رمضان هكذا يعني السؤال لا يبطل الصوم إلا إن جاز شيء في المسام فأحست به في حلقها فإنه يبطل الصوم. سؤال آخر يقول: ما حكم صيام من لا يصلي إلا في شهر رمضان؟ فعلا هذه المسألة مما ابتلي به المسلمون في زماننا، وخاصة أهل المغرب عندنا، تجده لا يصلي ولكن يصوم شهر رمضان. طبعا المشهور في المذهب أن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا لا يكفر، ولذلك نقول إن تارك الصلاة وهو يصوم على خطر عظيم جدا. أولا لخطورة ترك الصلاة، فإن تارك الصلاة محل خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة الأولى. والقائلون بأنه مرتد كافر فأعماله كلها باطلة لا تقبل منه. لكن على المشهور كما قلنا صيامه صحيح، لكنه أتى كبيرة عظيمة جدا بتركه للصلاة، ويخشى أن يرد عليه صومه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. أول ما ينظر في أعمال العبد الصلاة، والحديث يتكلم عن صلاح الصلاة وليس عن فقدانها. فإذا كانت الصلاة فاسدة، يعني هو يصلي ولكن يصلي صلاة فاسدة، فإن أعماله كلها تفسد. فكيف إذا كان لا يصلي؟ كيف سيكون مصير أعماله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يعرف أمته يوم القيامة على الحوض بأثار الوضوء. فمن لا يتوضأ ولا يصلي كيف سيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أمته؟ بل أمثال هؤلاء يذادون عن الحوض والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إذا من كان لا يصلي فليتوب وليجعل شهر رمضان هذا إن شاء الله تبارك وتعالى انطلاقة للالتزام بالصلاة، فإن الحبل المتين بين الإنسان وبربه سبحانه وتعالى، والعبد يحتاج إلى أن يأوي إلى الركن الشديد وإلى القوة، وليس ذاك إلا في ربنا سبحانه وتعالى. سؤال آخر يقول: هل يصوم المسافر ويفطر مع بلده في سفره؟ مع أن هذا السؤال أو صاحب السؤال أجمل في طرحه، لكن نصوره. هذا غالبا ما الغالب يطرحه من يعتمرون في شهر رمضان، مع الفارق الذي يكون بيننا وبين أرض الحرمين في يوم الصوم وفي يوم العيد. فيسألون هذا السؤال. نقول: المسلم يصوم حيثه ويفطر حيثه أيا كانت الأرض. فالمسلم إذا كان في بلده المغرب هنا يصوم مع بلده المغرب، فإذا انتقل إلى بلد آخر كان بلد الحرمين أو بلاد أوروبا وغير ذلك يفطر معهم كذلك. إذا رأوا الهلال يفطر معهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. ثم لا يخلو حاله إما أن يصوم العدة، يعني 29 يوما أو 30 يوما، فإذا صام 29 يوما أو 30 يوما فقد قضى الذي عليه لا إشكال. لكن إذا صام 28 يوما وجب عليه أن يقضي يوما بعد فوات يوم العيد، لأن يوم العيد لا يجوز للمسلم أن يصومه.
وإذا صام في بلده مثلا وهم لم يروا الهلال بعد فصامه فهو لم يصوم رمضان، لم يدخل بعده، فيكون كمن صلى قبل الوقت، ولا شك أن من صلى قبل الوقت صلاته باطلة. فكذلك من صام قبل رمضان يكون صومه باطلا، يعني يكون صوم تطوع لكن لا يعد من صيام شهر رمضان لأنه لم يرى أو لم يرى الهلال بعد. نعم. سؤال آخر تسأل هذه السائلة عن حكم من أتتها العادة الشهرية وقت الإفطار، وكذلك هذا السؤال من المجملات، لأن هذه المرأة متى رأت الحيض؟ وقت الإفطار غالبا يكون الناس على المائدة، فهذه المرأة إما أنها رأت الحيض قبل غروب الشمس، كأن تدخل مثلا لكي تتوضأ فتجد أنها قد حاضت، أو أن تكون ذاهبة إلى مكان الوضوء بعد غروب الشمس بعد الإفطار لكي تتوضأ لكي تصلي فتجد أنها قد حاضت. فإذا وجدت الحيض قبل الإفطار فصومها باطل وعليها أن تعيد ذلك اليوم. وأما إن وجدته بعد الإفطار فإن صومها يكون صحيحا. سائل يسأل عن حقيقة صيام الجوارح. لا هو حقيقة صيام الجوارح، نعم الشارع الحكيم أو الفقه يتكلم عن الصيام المفروض الذي عناه الشرع في الآية القرآنية وفي الأحاديث النبوية، وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام الفقهي. لكن صيام الجوارح هو المقصود من هذا الصيام الفقهي، هو المقصود، لأن الله تبارك وتعالى لما فرض الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات لعلكم تتقون. فإن حقيقة أو مقصود الصيام الأعظم هو تحقيق التقوى، وتحقيق التقوى هو صيام الجوارح. ويشير إلى هذا الحديث القدسي فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وقال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فحتى لا يكون المسلم لا يكون له من صيامه إلا الجوع والعطش، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في صومه، وأن يصوم جوارحه عن الحرام، فلا ينظر إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يلمس إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يأكل إلا الحلال، ولا يقول بلسانه إلا الطيب من الذكر ومن قراءة القرآن ومما ينصح به الناس، وأن يبتعد عن المحرمات سواء كانت بلسانه كالغيبة والنميمة، فإن ذلك مما يهدر فضل أجر الصيام. وأجر الصيام كما هو معلوم عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن فيما يروي عن ربي عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ومعنى الحديث أن ربنا تبارك وتعالى قد حدد لكل عبادة أجرا وأخبر بها ملائكته الكاتبين، إلا الصوم فإنه خبأ أجره عنده، حتى قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فإنه عندما يلقى الله عز وجل يفرح بعبادة الصوم. لكن إذا هدرها وأهدرها بالغيبة والنميمة والنظر الحرام وإضاعة الأوقات، هذا والعياذ بالله يأتي يوم القيامة ويكون عمله عليه حسرة لا يجد فيه إلا ذلك التعب والجوع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. سائل يقول هل يصوم الجنب قبل أن يغتسل؟ المسألة الأولى هنا أن الصوم لا علاقة له بالطهارة، لا علاقة للصوم بالطهارة، أو بمعنى آخر الطهارة ليست شرطا ولا ركنا في الصوم، الطهارة لها علاقة بالصلاة. ولذلك روت أمنا عائشة وأمنا سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيصوم. ما معنى يصبح جنبا؟ أي يطلع عليه الفجر وهو جنب ثم يغتسل فيقوم إلى الصلاة، هذا هو المعنى.
إذن الإصباح جنوبا جائز، الإصباح جنوبا جائز، لكن وجب على الجنوب هذا أن يغتسل لكي يصلي حتى لا يقع فيما ذكرناه في جواب الذي يصوم ولا يصلي. سائل يقول: إذا خافت الحامل والمرضع على النفس أو على الولد هل تفطران؟ أما خوف الحامل على نفسها فظاهر، وخوفها كذلك على ولدها، يعني تستطيع الصوم لكن إذا صامت ستضر بولدها، أو إذا خافت على نفسها وهي حامل لأنها إذا صامت ستضعف مثلا، أو سيحدث لها مرض من الأمراض. فنقول في الحامل مطلقا يجوز لها أن تفطر لأنها في حكم المريض، والجنين الذي في بطنها سواء أفطرت للجنين أو أفطرت لنفسها فالأمر سيان. نعم هناك نزاع وخاصة في مذهب مالك في المرأة الحامل إذا أفطرت لجنينها، فمنهم من قال إذا أفطرت بسبب الجنين فعليها الفدية والقضاء معا، لكن المشهور من القولين أن الحامل ليس عليها إلا القضاء فقط، فإن الجنين يعد جزءا منها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، أي أن الأم إذا ذبحت، يعني في البهائم في الأنعام، إذا ذبحت فوجد جنين في بطنها فإنه يؤكل هو بزكاة أمه، فلما أكل الجنين بزكاة أمه فقد عد ككتفها أو كفخذها مثلا. وهذا المعنى خذ المالكية هذا المعنى فجعلوه في المرأة الحامل، فالجنين بمثابة جزء الأم، فإذا أفطرت بسببه فهي في حكم المريض فتقضي فقط. وأما المرضع فلا يتصور أن تخاف على نفسها، المرضع لا يتصور، لكن المتصور هو أن تخاف على رضيعها، فإذا خافت على رضيعها لها أن تفطر بشرط: إذا لم يقبل الولد الحليب الصناعي المشترى من الصيدليات أو الحليب المشترى من الحوانيت، يعني الحليب المعروف، فإذا لم يقبل ذلك أو لم يكن عند المرأة ثمن ذلك الحليب، أو بمعنى آخر إذا اشترته سيجحف بميزانيتها، فإذا كانت فقيرة أو لم يقبل الولد إلا ثديها بحيث لم يقبل ذلك فيجوز لها أن تفطر لكي ترضع الولد. أما إذا كان يقبل الحليب ويقبل الأكل وغير ذلك فهذه لا يجوز لها أن تفطر لكي ترضع الولد، إذا فعلت ذلك فعليها القضاء والكفارة. أما إذا كان بهذا الشرط الذي ذكرنا فإنها تقضي وتفدي، وقد قدمنا في سؤال سابق أن المرضعة تجب عليها الفدية مع القضاء إذا أفطرت بسبب الجنين. سائل يسأل: هل الأفضل للمسافر الفطر أم الصوم؟ في الإجمال في الجملة الصوم أفضل من الفطر لقول الله عز وجل بعدما ذكر المريض وبعدما ذكر رخصة المريض ورخصة المسافر في الإفطار والذين لا يطيقون الصيام مطلقا، قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا في المجمل، لكن في التفصيل إذا كان المسلم يعطش مثلا، يعني عطشا، يعني يتسارع إليه العطش، أو كان مثلا يعلم من نفسه أنه سيتضرر بالصوم، فهذا الفطر في حقه قد يستحب وقد يجب، يعني قد يستحب وقد يجب. أما إن كان قويا يستطيع الصوم فهذا يستحب له أن يصوم، أي يترجح الصوم في حقه على الفطر. فإن تساوى الأمران تساوى في حقه، فيباح له الفطر ويباح له الصوم، كما قال سيدنا أنس رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منا المفطر وكان منا الصائم فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. هذا في باب الإباحة. لكن انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين وجدهما يظلل عليهما تحت شجرة،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالهما؟ قالوا: إنهما صائمان يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن كان هذا حاله. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني أحب الصوم وأنا كثير السفر. والمقصود هنا صوم التطوع. فقال له صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت، صم إن شئت. فترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 حالات في كل حال أعطاها حكمها الخاص. ثم يسأل سائل يقول: هل وقوع الطيب على اللحية والثياب هل يفسد الصوم؟ أولا، التطيب في مذهبنا، مذهب مالك رضي الله عنه، التطيب مطلقا مكروه في مذهب الإمام مالك، لأنه أولا هو نوع من الترفه المنافي للصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. الثاني أن أنواع الطيب هذه سواء كان طيبا مذكرا، طيب المذكر يعني هذا اللي كيترش بحال ماء الكولونيا، أو الطيب المؤنث كالمسك الذي له جرم، أو كان بخورا، هذه كلها لها روائح تصل بعضها مثلا مثل الرذاذ والبخور قد يصل إلى الحلق، ولذلك كرهه المالكية، لكن لا يفسد الصوم، لكنه لا يفسد الصوم. نعم، إن استنشق البخور مثلا عمدا فهو في مقام التدخين، مثل التدخين. التدخين يفسد الصوم كما هو معلوم، التدخين يفسد الصوم كما هو معلوم. أما إن كان طيبا مذكرا أو طيبا مؤنثا فهذا لا يفسد الصوم، لكنه يكره كما ذكرنا. إذن هذا مجمل الأسئلة التي أرسلها المتابعون. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياهم بما نقول، وأن ينفعنا جميعا بما نقدمه من الأعمال، وأن يرزقنا فيها الإخلاص والصدق والقصد. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا جهدنا، وتقبل منا أعمالنا، وتقبل منا قيامنا. اللهم تقبل جهدنا وتجاوز عن تقصيرنا، إنك يا رب ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.